لا محدش هيلمس ريشه من ابويا. مين بس تسلكم على طرف؟ ده انا وراد جوزي كان بيتضرب بيها المثل، تيجي انت تعمل منها لانشون؟ ده كان يدا يصحي بلد بحالها. احنا لازم نحط لحم فراخ صافي في اللانشون. عايزانا نحط ايه؟ حط اي حاجه وعليها طعم فراخ صناعي زي ما ناس كتير بتعمل يا اخويا. لازم دكري انتوا تجيبوا المدير بتاعكم هنا والا هنعشش قدام مكتب. محدش هيلوي جناحنا يا حماده، مش كل الطير اللي يتاكل لحم. لا انا باكل فراخ عادي. هي الفراخ اتهبلت ولا ايه؟ بتقول ايه يا حبيبي؟ سيبوني انا. الفراخ كمان معاها حق. مين بيحط فراخ بالكواليتي دي في لانشون غير حلواني؟ معمول من اجود انواع لحم الدجاج الطبيعي في العالم باعلى نسبه بروتين وبدون اي لون او طعم صناعي. لانشون فراخ حلواني، فراخ بحقه حقيقي مش زي اي حد تاني. لازم تشوف لك صرفه في شويه البقر دول. هم رجعوا تاني؟ دخلوا اللوبي. وسع على نتهات. بقول لك وسع. قد اقدر ما اتهزر. في وسع. في ايه بس مزعلك؟ يخطفين التران بقى القمر ده يتعمل لانشون. امال هنعمل لانشون ازاي؟ ما تعملوا زي غيركم وتعبوا اي حاجه وخلاص. هو لازم لحم صافي. وبعدين ده جوزي ده يا هانم، تحبي نفرم جوزك؟ لو ضايقني طبعا ممكن. واحنا جوازاتنا كانوا فل الفل وانتوا جيتوا خطفتوهم واحنا نايمين فور نو ريزن. ملتزمين بنسبه بروتين معين. مش ماشيين لغايه لما نقابل المدير شخصيا. ينزل. طب ما تسيب لهم طور ولا طورين. لحم صافي يعني لحم صافي. اهو هاتوه. ما البار معاه حق. مين بيحط لحمه بالكواليتي دي في لانشون غير حلواني؟ معمول من اجود انواع اللحم البقري الطبيعي في العالم باعلى نسبه بروتين وبدون اي لون او طعم صناعي. لانشون حلواني لحمه بحقه حقيقي مش زي اي حد تاني.